يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ويلكم باك ليلا سيس فورس. منورينا. صباح الخير او مساء الخير بغض النظر انت مكانك فين على الكره الارضيه. مكملين رحلتنا ان شاء الله مع يلا سيس فورس تريل ماكس. غطينا حاجات كتير وقاعدين بنقرب من الرينجر. وبنقفل قصه الفاونديشن بسيس فورس ادمن ان شاء الله، اللي هيبقى خلاص تقريبا مخلصين كمان 80% او 70% من الاب بيلدر. فالهدف من الرحله اللي احنا بادئينها كستارتنج بوينت ان احنا كل الناس ان شاء الله تبقى عارفه سيلز فورس فاونديشن، كله بنى الاساسات مظبوط، وبعديها دخلنا على داتا موديلنج، داتا شيرنج، ريبورتنج، كلاودز، كل الحاجات، ايجنت فورس، كل الحاجات العظيمه اللي احنا غطيناها مع بعض، بحيث في الاخر ان شاء الله ده يساعدك في ان انت او يساعدك تبقي سيلز فورس ادمن قد الدنيا. وبعديها ان شاء الله اب بيلدر، وبعديها ان شاء الله هنحط البلان لماذا بعد كل هذا الرينجر جيرني بالادمن بالاب بيلدر. بدأنا في خلال المرات اللي فاتت قلنا خلاص احنا كنا وصلنا لمرحله ان احنا خلصنا كل حاجه في الادمن تريل ميكس، وبعديها بدأنا ندخل على مرحله اخرى الا وهي السيرت بريب بلاتفورم ادمنستريتور. وكان في الموديولز دي بيوريني الاكزام جايد واحد واحد، وبدأنا نشوف ايه الحاجات اللي احنا لسه ما غطيناهاش، وفي نفس الوقت بنستفيد بيها على انها مراجعه للاساسيات عشان نبقى حاطين كل القصه دي مع بعض. احنا تقريبا غطينا كل الموديولز، فهتلاقي ان اللي ناقص شويه البروجكتس اللي هي بتجمع بقى كل الحاجات دي مع بعض وتحطها في ريال بروجكت. المره اللي فاتت بدانا ان احنا بنبني ريكروتمنت اب، وده قلنا ده الجمال بتاع سيلز فورس، ان سيلز فورس مش مجرد ان انت بتستعمل الحاجات الكلاودز اللي هم عاملينها لنا في السيلز والسيرفيس والفاينانشال سيرفيس واللويالتي والاديوكيشن والحاجات اللي هم مطلعينها اوت اوف ذا بوكس. انت ممكن يخطر في بالك فكره اب وعاوز اعمله، لان في الاول وفي الاخر احنا عندنا باك اند كابابيلتيز، وعندنا داتا بيز ممكن نسجل فيها الداتا، وعندنا شويه اوتوميشنز بتحصل على الداتا بيز دي، وبعدين عندي فرونت اند شويه يو اي وشويه كومبوننتس. وبالتالي لو عندك باك اند وفرونت اند واوتوميشن ان بتوين يو كان بيلد اني ثينج ان انت محتاج تبنيه. طيب، وبالتالي هنا ده كانت فكره بروجكت عاوزين يعملوا ريكروتمنت اب، توظيف وانترفيوز وكانديديتس، ويب سايتس بتنشر الكلام ده. عملنا المره اللي فاتت الداتا موديل بتاعه، فعملنا كل ما هو باك اند له علاقه بيه، والنهارده ان شاء الله مكملين على قصه الفرونت اند، وبالتالي يبقى عندنا كل الاب. طيب، فالنهارده عندنا بروجكت هنمشي فيه في خلال حاجات، هنريفرش كل الكلام ده من تاب لكويك اكشنز، الريكورد بيجز، ونلعب بالاب بيلدر، ونشوف الفيد ريفيو والكلام العظيم اللي احنا هنعمله مع بعض. طيب، حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله تمام؟ Sounds great. طيب، in the Lightning platform التابس، ايه التابس؟ as a refresher دول التابس هي الانتري بوينت بتاعتك لاي اوبجكت انت عملته في الباك اند. الباك اند ممكن تبقى عامل الاوبجكت بس ما عملتش التاب، وبالتالي هيبقى مش هتعرف تدخل له، ملهوش دخله في ان انت تدخل على هذا الاوبجكت. فليتس سي ان انا عندي كانديديت، ادي كانديديت، بدوس على التاب بيطلع لي من هو الكانديديت، بدخل اكريت نيو من هنا. في نفس الوقت بتيجي هنا على اللي اسمه اب لانشر وبتكتب هنا كانديديت، هتلاقي كانديديت طالع لك. طب لو ما عملتش التاب مش هتلاقي التاب هنا ومش هتلاقيها هنا، وبالتالي هو ده الانتري واي بتاعك لاي اوبجكت. So clicking tab is how you navigate around the app. Every tab serves as a starting point to viewing, editing and entering information لobject معين، وده اللي احنا هنعمله. بدأنا رحلتنا المرة اللي فاتت ان احنا بنعمل AW Computing Recruiting App، عاوزين نعمل شركة اللي هو ال HR او Recruitment بتاع التوظيف بتاع AW Computing، وبالتالي عاوزين مكان ان احنا work to place applicants into position. عندي شويه ناس مقدمه على الشغلانه وعندي positions وعاوزه ابدا القصه دي من هنا. طيب، فعاوزين نكريت تاب، والتاب دي هتبقى for the review object اللي هو كان معانا من المره اللي فاتت. فبنعمل التاب منين؟ باجي هنا على السيت اب، وباجي هنا على التاب، ومن التابس باجي هنا اقول له نيو. كل اللي بتعمله بتقول له انهي اوبجكت اللي انا عاوز اعمل له تاب، وبالتالي هنا انا عندي الريفيو اوبجكت، وبتنقي ايكون له عشان يبقى باين لك. فهاجي هنا اقول له الريفيو، وهو هنا قايل لي نقي الترمومتر، فنقي الترمومتر ما نقهوش ليه، ونقول له نيكست. بيجي بعد كده يقول لك ايه انت عاوز التاب دي طلع الانهي بروفايل. واتفقنا قبل كده ان البروفايلز دي بيرسوناز، وان ليها بيست براكتسز في حلقات كتيره قوي اتكلمنا فيها عن البروفايلز، بس احنا بنقول اهو ان هي ان انا عاوزها تبقى ظاهره ديفولت اون،
يا اما ديفولت اوف يا اما هيدن، فان انا عاوزها تبقى ديفولت اون، يبقى هي التاب دي موجوده لكل الناس، وعاوزها لكل البروفايل تاب فيزيبيليتي. فده اللي احنا عملناه هنا. فاجي اقول له نيكست، وبعديها بيجي يقول لي طب انت عندك a lot of applications we have a lot of apps which app انت عاوزها تبقى ظاهره. فهقول له انا مش عاوزها في ولا واحد، بس هابند التاب للبيرسونال كاستمايزيشنز. يعني ايه؟ ان انا عندي هنا لو رجعت هنا هتلاقي ان التابس انا ممكن اجي اقول لا انا كباسم عاوز الكانديديت تبقى في النص هنا، او عاوزها في الاخر هنا. طب لو انا بضيف تاب هو بيقول لك انت عاوزها فين، فبقول له ابندت عشان تبقى ظاهره في الاخر. فده اللي احنا بنعمله هنا مع بعض. فباجي هنا على التاب واقول له ايه؟ سيف. فكده انا عملت تاب جديده للريفيو اوبجكت. طيب هل انا عملت ريفيو اوبجكت وما ضفتهاش على اي اب؟ فالنكست ستيب ان انا شغال في اب اسمه ايه؟ ريكروتر. هو ده اللي احنا شغالين عليه، هو ده اللي انا هروح عليه وايه اعمل له اديت وابدا احط الريفيو في مكانها وارتب التابس بتاعتي. فين الريكروتر؟ اهو الريكروتنج اب بتاعي في شويه تابس مترتبه بطريقه معينه. فاللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا هاجي على سيت اب، اي كاستمايزيشن لاي ابلكيشن انا عندي، باجي هنا على حاجه اسمها ايه؟ اب مانجر. ومن الاب مانجر باجي هنا ادور على الريكروتنج اهو، ومن الريكروتنج هقول له اديت. هتلاقي في حاجه اسمها نافيجيشن على الليفت هاند سايد هنا، دي التابس اللي موجوده هتلاقي فيها شويه الحاجات دي. طب انا ضفت ايه جديد؟ ضفت الريفيو، عاوز اضيف الريفيو يبقى عندي في الاب. وبعدين انا عندي فول فلكسبيليتي ان انا ارتب التابس دي بحاجه معينه بالطريقه اللي انا عاوزها. فهو عاوزني ارتب هوم بوزيشنز كانديديتس في هوم، وبعديها اقوم جايب بوزيشنز دي احطها كانديديتس، وبعديها جوب ابلكيشن انترفيو ريفيو، جوب ابلكيشن انترفيو ريفيو عاوزها بعديها، وبعديها جوب بوستنج ريبورتس داشبوردز. بس كده. فهو ده الترتيب، ده الديفولت بتاع الايه؟ الاب. هاويفر زي ما احنا لسه كنا بنقول ان انا ممكن اجي هنا واقول لا انا عاوز ده في الاخر. ممكن اساسا اجي هنا كمان وادوس على البنسل ايكون ده وابدا اموف الحاجات، وممكن اد مور من هنا. واو. فده كل الفلكسبيليتي بتاعه قصه التابس. طيب خلصنا الكلام ده وعملنا سيف، فخلاويص على كده تعالوا نروح نفاليديت ان احنا عملنا اللي احنا عملناه ده صح. فده قصه التاب. اتس ان اكسس، بتديك الاوبشن اساسا وانت بتكريت نيو اوبجكت، بيبقى فيه تشيك بوكس صغير كده ما تنساهوش لو انت عاوز تكريت تاب. فهو بيكيك اوف الويزرد بتاع التاب ده من غير ما انت حتى تروح لسيت اب تاب وكلام من ده، بحيث يبقى عندك التاب من الاول. وعملنا اول يونت. ات واز فيري كويك وكلام جميل. طيب كويك اكشنز. ما هي كويك اكشنز؟ ان انا هاجي هنا على let's say positions وهلاقي شويه زراير هنا available for me. تمام؟ فان انا عاوز اعمل اكشن، عاوز ابقى هنا على البوزيشن واروح اكرييت نيو كونتاكت. ده ملوش اي علاقه بالبوزيشن، بس انا عاوز من خلال هذه الصفحه اروح اكرييت حاجه ثانيه من خلال نفس الانترفيس، وده اسمه كويك اكشن. فده اللي احنا هنعمله. والكويك اكشن بيالاو يو في اوت اوف ذا بوكس ان انت تكريت ريكورد، تابديت ريكورد، تعمل ايفن كاستم فلو، وتبقى عندك زرار تدوسه يكيك اوف الفلو ده، والقصه الحلوه اللي احنا هنتفرج عليها دلوقتي. طيب فانا عاوز اروح للكانديديت. فين الكانديديت؟ ادي الكانديديت، وعاوز ان انا اكريت نيو كانديديت. اي دونت ثينك ان انا عندي اي كانديديتس هنا، فهكريت نيو كانديديت وهقول يلا سيلز فورس كانديديت، وهقول له سيف. عاوز ان انا هنا يبقى عندي زرار جديد. طيب ايه الزرار الجديد ده؟ ان انا عاوز اعمل ايه؟ جوب ابلكيشن. فعاوز ابقى عند الكانديديت، وبعدين اقول الراجل ده او الست دي انا مبسوط من البروفايل بتاعها او بتاعتها، وبعديها من خلال هنا انا هفصل لها جوب بوزيشن او جوب ابلكيشن لجوب موجود. فادي جوب ابليكانت. فانا هاجي هنا على السيت اب، بدخل على الايديت اوبجكت، هيوفر لي ان انا اروح سيت اب اوبجكت مانجر والكلام من ده، بس هي نفس القصه، سيت اب اوبجكت مانجر على الكانديديت. وهاجي هنا هلاقي في حاجه اسمها بutton links and actions. لما اقول له نيو اكشن هيجي ده قصه ان انا يبقى عندي زرار جديد. فالزرار الجديد ده الاكشن تايب، ومن الاكشن تايب بيبقى عندك كذا اوبشن.
ان انت تسند ايميل، في ان انت تلوج كول، في ان انت تابديت ريكورد، في ان انت تحط LWC، في ان انت تحط فلو. كل الحاجات دي options available for you out of the box. فهاجي هنا create record. ايه التارجت اوبجكت؟ انا عاوز اعمل جوب ابلكيشن، عندي جوب وعندي كانديديت وعاوز اعمل الجوب ابلكيشن بتاعهم. فستاندرد ليبل تايب، مش عاوز اعمل ستاندرد ليبل تايب، بس عاوز اعمل ايه هنا؟ الليبل بتاعه اللي هيبقى باين على الزرار اسمه جوب ابلكيشن. الديسكريبشن بتاعه اهو، وهقول له ايه؟ سيف. حلو الكلام. طيب انا قلت له ان انا عاوز اعمل زرار اسمه كرييت جوب ابلكيشن، فبيطلع لي ايه؟ بيقول لي فاكرين لما كنت هنا ودوست على زرار طلع لي شاشه فيها شويه بيانات محتاجه تتملي. طب الشاشه دي اتعملت منين؟ اول ما دوست سيف طلع لي الشاشه دي اللي هو اللاي اوت بتاع الزرار ده. فايه البيانات اللي انت عاوزها تبقى على الانترفيس to support you create this job application. وبالتالي محتاج ان انا احط الستاتس فيلد. فهاجي هنا الستاتس فيلد اقول له يبقى انا لما هدوس الزرار ده هيطلع لي ان في 3 بيانات محتاج املاهم: الكانديديت مين هو، البوزيشن ايه هو، وايه الستاتس بتاعتها. فده كده اللي احنا عملناه. طيب ايه كمان؟ بيقلاو مي ان انا احط predefined field values. يعني ان انا دلوقتي كنا زمان لو انا عاوز اخلي مثلا ليتس سي هو هنا حاطط لي ان الستيج بتاع الابلكيشن دي ان هي تبقى معموله باي ديفولت نيو. لو انتم خدتوا بالكم هنا في اللاي اوت ما طلبش مني ان انا احط الستيج وادخلها بايدي، بس انا عاوز اقول اي واحد هيدوس على الجوب ابلكيشن ده اول ما سيف الريكورد ده خلي لي الستيج باي ديفولت تبقى نيو جديد. وبالتالي انا مش محتاج اخدها كانبوت من اليوزر، بس محتاج اعمل ايه؟ ان انا اخلي لها ديفولت فاليو. فهاجي هنا على البري ديفايند فيلد فاليو واقول له نيو، واقول له ان انا عاوز على الستيج يبقى الفاليو بتاعته ايه؟ سبيسيفيك فاليو، عاوزها نيو. وبالتالي ده خلاني ايه؟ اسيف اوتوميشن. لان باي ديفولت لو انا ما عنديش القصه دي وما عنديش البيك ليست فاليو نيو از ذا ديفولت فاليو، انا محتاج اعمل ايبكس او محتاج اعمل فلو عشان اقول له هو لما يبقى في نيو ريكورد والستيج فاضيه املاها لي بنيو. فيوزنج ديكلاراتيف سيفنج اوتوميشن خلاني اعرف ان انا ست الفاليو دي. فاللي احنا عملناه هنا از ا بيج ثينج. ليه؟ لان انا بشويه كليكس انا بقيت عارف اعمل زرار. الزرار طلع لي موديل او طلع لي سكرين املى فيها بيانات، وكمان عمل لي ديفولت فاليوز. كل الكلام ده اوت اوف ذا بوكس من غير ما اعمل اي كاستم يو اي يوزنج فلو او LWC، ومن غير ما اعمل اي كاستم اوتوميشن تو سيت دوز فاليوز. وده الحاجات القرارات اللي انت محتاج تعملها وانت بتعمل اي اب. هتحتاج زراير زي كده قبل ما تقرر ان انت تعمل اي كاستم ايبكس او تعمل كاستم LWC. لازم تفكر ايه الاوت اوف ذا بوكس اللي ممكن تعمله بشويه كليكس. وده من الحاجات الكرييت ريكورد اكشن از فيري هيلفول. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله تمام سو فار؟ حلو الكلام. طيب احنا دلوقتي عملنا الزرار وقلنا الزرار ده هيجمع مني انهي معلومات وهيسيت الفاليو للنيو، بس انا ما حطيتوش على اي بيج لاي اوت لسه. بيج لاي اوت لو تفتكروا ان احنا قلنا في حاجتين دايما بنتعامل معاهم. يا اما بيج لاي اوت لو انت لسه شغال على قديمه على كلاسيك فيرجن بيديك البيج لاي اوت وتبدا تحطها، يا اما بتبقى شغال على اللايتنينج بيج اللي هو تقريبا هيبقى النص الثاني من الحلقه دي كل حاجه شغالين فيها لايتنينج بيج. بس فور ناو هو بيقول لي روح على البيج لاي اوت واد الزرار. فهاجي هنا على الكانديديت لاي اوت، كل اللي انا عاوز احطه عاوز احط زرار هنا اللي انا لسه عامله اللي هو الجوب ابلكيشن ده. فهاجي هنا اهو على البيج لاي اوت وهاجي على الموبايل لايتنينج ان اكشنز وهاجي هنا اقول الزرار اللي انا لسه عامله جديد اهو بتاع الجوب ابلكيشن ده. هاجي هنا تحت سيس فورس موبايل اند لايتنينج واقول له ايه اوفر رايت ذا بريفيرد اكشنز اللي هو ده باي ديفولت سيس فورس بيجي كده، بس انا عاوز اخد الجوب ابلكيشن اللي انا لسه عامله ده واقوم حاطه ايه بعد البوست واقول له سيف. فكده انا ظبطت البيج لاي اوت انها تطلع لي الزرار الجديد. فلو ريفرشت بقى عندي زرار جديد اسمه ايه؟ جوب ابلكيشن. طيب فالجوب ابلكيشن لما ادوس عليها هيطلع لي الثلاث بيانات. انا كنت حاطط الكانديديت وضفت الستاتس انها تبقى اوبن ولا هولد ولا كلوز، وقلت انهي بوزيشن هنا معمول وهقول له سيف. اول ما هدوس سيف المفروض باي ديفولت احنا لسه قايلين ايه؟ ادي الجوب ابلكيشن اللي انا عملتها، هتلاقي هو باي ديفولت عمل الستيج بقت نيو من غير ما نعمل اي حاجه. فده الزرار وازاي حطيناه.
طيب اتكلمنا، يبقى احنا عملنا هنا اهو، وعملنا كل الكلام ده وحطيناه بعد البوست، وعملنا تيست للاكشن، دوسنا الزرار، قلنا له نيو بوزيشن وكرييت، وعمل الستيج. فتعالوا نفيريفاي ونتاكد، وبعديها اقوم واخد الكلام ليه. طيب ده انت قلت على قديمه، طب ايه اللي على جديده؟ هنشوفه دلوقتي بعد ما نفيريفاي. كله تمام؟ حد عنده اي اسئله سو فار؟ الحاجات دي بيزكس يا شباب، بس بجد بتخلي الحياه سهله، وبتخلي الحياه كلها ديكلاراتيف من غير ما اوفر انجينير ولا اوفر كاستمايز الحياه. We can't find a candidate quick action with label new job app. طيب فمن الواضح هنا ان احنا سميناها حاجه غلط. نيو جوب اب ده المفروض الاسم، وانا الظاهر سميته بحاجه ثانيه. فتعالوا نروح تاني على الكانديديت، فهاجي هنا على الاوبجكت مانجر، وهاجي هنا على الكانديديت تاني، ومن الكانديديت هدخل على الباتن لينكس اند اكشنز. ده اللي احنا عملناه، انا سميته جوب ابلكيشن، بس هو كان مستني مني، انا الظاهر سميته غلط، نيو جوب اب. وبالتالي تعالى هنا نقوم عاملين ايه؟ نيو جوب اب عشان يجنريت لي، وادي نيو جوب اب وليتس سيف. فكده بس كل اللي انا غيرته بس الاسم الليبل. فتعالوا نفيريفاي تاني. طيب القصه دي على البيج لاي اوت قلنا ده على القديم. الجديد بقى ايه؟ بنفتح الاب بيلدر لو تفتكروا، ومن الاب بيلدر بيبقى عندي ايه؟ الاكشنز اون ذا توب. في حاجه جديده اسمها دايناميك اكشن. فلو رجعنا هنا، هرجع تاني كده لقصه الكانديديت. يبقى انا كنت واقف على الكانديديت، لو جيت قلت له بدل ما edit object واروح على البيج لاي اوت، هقول له edit page. عندي هنا زي ما قلنا كل حاجه على قديمه موجوده على جديده، ان انت هتيجي هنا حاجه اسمها upgrade to dynamic actions. هتلاقي هنا بلوك you don't have control، ان انت تقول له انا عاوز ابين النيو جوب ابليكانت ده للبروفايل الفلاني بس مش للبروفايل الفلاني، او عاوز ابينه على لو انت بتنافيجيت من الموبايل فيرسس ان انت بتنافيجيت من الديسكتوب. فما عندكش flexibility to do that على قديمه، اللي هو قصه الايه؟ الاكشنز اللي موجوده في البيج لاي اوت. بس لو عاوز يبقى عندي الكنترول ده، باجي اقول له ايه؟ upgrade now. فبيجي يقول لي طيب انت عاوز تبدا القصه دي، الزراير اللي فوق دي من الاول خالص كانك ما تعرفش حاجه، وتبدا تحطهم اكشن ورا الثاني، ولا عاوز تمايجريت اللي موجود على البيج لاي اوت وتحطه لي هنا على اللايتنينج بيج؟ فاقول له مايجريت، مفيش حاجه هتخسر. هيقول لي من انهي لاي اوت؟ ده اللاي اوت اللي احنا لسه عاملين له اديت. وبالتالي هتلاقي الزراير بدات تبقى ايه؟ موجوده هنا، نفس الزراير اللي كانت موجوده على البيج لاي اوت. بس شايف بقى عندي فليكسبيليتي هنا، ان انا اقول له لا، انا الزرار ده انا عاوزه يبقى only available for الديسكتوب، او عاوزه بس يظهر لي من الفون. وبالتالي بقى عندي كنترول على كل زرار، وهتلاقي عليه علامه العين دي، ده معناه ان انت ايه؟ ده عليه visibility control او conditional rendering based on certain criteria انت هتحطها هنا، هيخلي لك الزرار ده باين او مش باين. فده اللي جديد بقى، ده ان انا بعمل اليو اي كاستمايزيشن مش من خلال البيج لاي اوت، بس بعملها من خلال اللايتنينج بيج من الاب بيلدر، وبابجريد انتو دايناميك اكشن. وبعد شويه هناخد الديتيلز بيج دي ونعملها ابجريد تو دايناميك فورم، وبيديني بعد كده الفلكسبيليتي ان انا اعمل كونديشنال ريندرنج، كونديشنال فورماتنج، كل الحاجات اللي احنا اتعلمناها قبل كده. فحبيت بس ايه؟ اريفرش يور مايند بايه اللي بيحصل. طيب عملنا حد عنده اي اسئله؟ ازاي بنعمله على قديمه في اللايتنينج في البيج لاي اوت، في الجديد كلنا شغالين لايتنينج بيجز. خلصنا الكلام ده، يلا بقى نموف اون. يبقى احنا اتعرفنا على التاب، وتعرفنا على ان احنا عملنا اكشن، والاكشن حطيناه على البيج. دلوقتي عاوزين نبدا نعمل ريكورد بيج. كرييت ا ريفيو ريكورد بيج. من هنا عاوز اروح على الريكروتنج اب، فارجع بقى هنا تاني وانا جوه الريكروتنج اب اوريدي. عاوز اروح على الريفيوز تاب. فين الريفيوز؟ اهي. وهاجي هنا عندي اي ريفيوز؟ لا ما عنديش اي ريفيوز، فاكيد هيقول لي كرييت نيو ريفيو ريكورد. فهاجي هنا على النيو وهقول ايه؟ وانا براجع في الكور في المهارات الاساسيه كان جايب 2 من 5، في الليدرشيب سكيلز جايب 3، في الاكسبيرينس اوفر اول 2. وده بالنسبه للجوب ابلكيشن الفلانيه، وعملت سيف للكلام ده. هتلاقي ان هي ايه؟ الدنيا كلها كده ايه؟ سداح مداح على بعضها، هو حاطط كل حاجه الديتيلز كلها مع بعض. بس انا عاوز انظف البيج دي. انظف البيج دي ازاي؟ في ان انا عندي طريقتين، يا اما اروح على البيج لاي اوت على قديمه، يا اما لا خلينا بقى على جديد المره دي، وهقول له ايديت بيج، فيفتح لي اللايتنينج اب بيلدر.
طيب فقلت له edit page اهو، وعاوز اروح على الديتيلز دي. هتلاقي ان هي هنا one block ليه؟ لانها controlled by الريفيو لاي اوت دي اللي هي البيج لاي اوت على قديمه. one block. لو انت عاوز تغير ترتيب الحاجات وعاوز تضيف فيلدز جديده يبقى انت محتاج تعملها هنا، بس انا مش عاوز اعمل كده، انا عاوز ابجريد بقى الاكسبيرينس كلها لانها تبقى ايه على جديده، الا وهي هنا. فعشان ابدا اخد الكنترول من البيج لاي اوت واقول للبيج لاي اوت متشكرين جدا على الخدمه اللي انت قدمتها لنا لحد دلوقتي، ونبدا بقى ناخد نتيكت اوفر من اللايتنينج بيج، باجي هنا اقول له ايه ابجريد بقى اليو اي بتاعي ده، وهقول له نيكست، ومن الريفيو لاي اوت وهقول له ايه فينش. طيب فكده عمل لي ايه؟ عمل لي ابجريد، خد لي كل الحاجات اللي كانت موجوده على البيج لاي اوت، حطها لي هنا على اللايتنينج بيج، وبقى كله فيلد لوحده بقى سيبريت مش وان بلوك اني مور. وده هيديني فلكسبيليتي بقى ان انا كل واحده اقول لها ايه، انا ممكن اعمل فورماتنج ليها، ممكن ابدا احط فيزيبيليتي ليها انها تظهر للناس الفلانيه وما تظهرش للناس العلانيه. بجانب كمان بيقلاو مين ان انا اضيف نيو فيلدز هنا، وبيبدا يقلاو مين ان انا احط نيو سيكشنز هنا. طيب فهو عاوز يعمل ايه؟ عملنا ابجريد للكلام الحلو ده، هبدا اعمل بقى كذا سيكشن. core competencies leadership skills، عندي 4 sections to add للبيج. فهاجي هنا ادي section number 1، وبعديها هاجي اقول له section number 2، section number 3، section number 4. عاوز ابدا بقى انظم البيج دي لانها كده كانت all over the place. فهاجي هنا اول سيكشن اقول لا انا عاوز بس السيكشن الاولاني ده للكور كومبتنسز، ان هو في المهارات الاساسيه ايه الفيلدز اللي ليها علاقه بالمهارات الاساسيه، ومش عاوزها تبقى 2 كولومز، عاوزها تبقى اونلي 1 كولوم. وهاجي هنا على اكتب كور هيطلع لي كل الفيلدز اللي ليها علاقه بالكور، فهاجي هنا حطيت الكور كومبتنسز ريليتد فيلدز. بعديها هدخل على الليدرشيب سكيلز، فهاجي هنا اهو نفس القصه على الليدرشيب سكيلز، هاجي بدل الكوره اقول له هات لي الايه الليدرشيب سكيلز، فهاجي هنا اهو احط 1، بس انا عاوزها تبقى 1 كولوم مش 2 كولومز، فهاجي هنا اهو وبعديها هاجي على الليدرشيب سكيلز كومنت. اللي بعديها الاكسبيرينسز، ادي السكشن الثالث، وهاجي هنا كده 1 كولوم، وبعدين هاجي هنا ايه اقول الاكسبيرينس بتاعتي فيها برضه اكسبيرينس واكسبيرينس كومنتس، فهاجي هنا على الاكسبيرينس واقوم مدراج الاكسبيرينس والاكسبيرينس كومنتس. اللي احنا قاعدين بنعمله دلوقتي بننظم البيج وبنحط فيها سيكشنز، وبنبدا نرتب الايه الفيلدز بتاعتنا في كل واحد في السكشن بتاعه. اخر واحد في الريكومنديشن بقى القرار الاخير، فهاجي هنا على الريكومنديشن واقول ايه ان انا عاوز احط recommended for hire ولا reason for recommendation، فهاجي هنا ادور على recommended recommended for hire او الريزن recommended هحطه. طيب السكشنز دي بتفيدني في ايه؟ ساعات بيجي لي requirements تيجي تقول لي يا مستر او مسز اوسم ادمن ممكن تعمل لي شويه فيلدز وتعمل لي ده يظهر اونلي للناس دي بس ده ما يظهرش للناس دي. فممكن يبقى عندي 10 فيلدز مثلا وكلهم عاوزين اخفيهم لناس معينه واظهرهم لناس معينه. في ان انا جو فيلد باي فيلد، ودي ريال لايف سيناريوز يعني، اجو فيلد باي فيلد واقول له حط لي الفيزيبيليتي على الفيلد ده انه يظهر للناس الفلانيه، وحط لي الفيلد ده ما يظهرش للناس الفلانيه. وممكن اقول لا ده هتبقى مأساة ان انا امشي على فيلد وابدا احط نفس الرول. ايه رأيكم نحط ال10 فيلدز دول كلهم جوه سيكشن واحط الرول على السكشن كله، وبالتالي السكشن يا يظهر يا السكشن ما يظهرش، ولو السكشن اختفى كل الفيلدز اللي جواها تختفي. فبدل ما امشي على فيلد ابدا احط نفس الرول، لا انا هحطهم كلهم جوه سيكشن، لان غالبا مثلا ليتس سي شويه الفيلدز دي تبقى بس ظاهره للناس بتوع الاتش ار بس ما يبقاش ظاهره للناس اللي بتعمل الانترفيو مثلا، وبالتالي ممكن نسميها اتش ار سيكشن ونحط فيها كل الفيلدز اللي ليها ريليتد بالاتش ار، واجي اقول على السيكشن ده كله اظهروا للناس بتوع الاتش ار وما تظهروش للناس بتوع الاتش ار، بدل ما ادخل على فيلد جوه ال10 دول واحط نفس الرول. فدي من الحاجات اللي احنا بنستعملها كهاك ان انت لو عاوز تعمل ايه كنترول فيزيبيليتي لسيرتن ثينجز. طيب ايه اللي احنا عملناه؟ حطينا هنا شويه الفيلدز في الديفرنت سيكشنز وظبطنا كل الكلام ده. دلوقتي هعمل assign org default، فهي دي البيج اللي هتبقى طالعه لي بعد كده لاي حد بيفتح الريفيو، هي دي نفس الاكسبيرينس اللي هنعملها. طيب فارجع كده بقى للريفيو، تعالوا نتفرج البيج بقت ازاي. بقى في شويه انفورميشن،
فممكن اقوم عامل لها كده بقى كولابسنج، وبقى عندي كور كومبتنس، ليدرشيب سكيلز، اكسبيرينس، ريكومنديشن، فبقت الحياه متنظمه احسن من ما لما كانت. وكده عملنا ابجريد للدايناميك فورم اللي هي بتخليك عندك اوبشن ان انت تعمل ايه؟ ان انت تعمل conditional formatting و conditional visibility for certain fields. الكلام ده مهم جدا كمان، مش للادمن بس، للاب بيلدر، لان احنا شغالين دلوقتي على الاب بيلدر، فده من الحاجات المهمه ان انت محتاج تعملها. On the review record page make sure that these fields has been set to required. طيب انا جه هنا في وسط الخطوات بتاعتي، من الحاجات اللي بيخليها لي كمان في اللايتنينج اب بيلدر ان انا باجي هنا على الايديت بيج، بيجي يقول لي على شويه فيلدز انا محتاج اخليها ريكوايرد، وتعالوا نتكلم في الحته دي قلت البيت مور. فانا ممكن اجي هنا على اي فيلد واقول له ان انا لا مفيش اي يو اي بيهيفير وات ايفر اللي هيجي من اليوزر كتر خيره. في ممكن اقول له ريد اونلي يعني هتتفرج عليها بس مش هينفع تاديت، وفي ان انا ريكوايرد يعني اليوزر عشان يعمل نيو لازم الفاليو دي تبقى مليانه. تعالوا الاول نعمل هنا، هو عاوزني اعمل على الكور كومبتنسز والليدرشيب سكيلز والايه كور كومبتنسز هنخليها ريكوايرد، والليدرشيب سكيلز هخليها برضو ريكوايرد، وعاوزني على الاكسبيرينس اخليها ريكوايرد. طيب هيجي واحد يسالني طب انا امتى بخلي الريكوايرد على اليو اي وامتى اخلي الريكوايرد على ليفل الداتابيس؟ يعني ايه على ليفل الداتابيس؟ يعني لو جيت هنا على اي فيلد ممكن وانا بعمل نيو فيلد او حتى في اكزيستنج فيلد ممكن اجي هنا اقول له ايه ان ده لازم يبقى ريكوايرد. ايه الفرق ما بين الريكوايرد دي والريكوايرد اللي احنا كنا فيها دي؟ فرق كبير. فرق كبير ليه؟ لان الريكوايرد دي على اليو اي. يعني ايه على اليو اي؟ يعني على البيج دي. يعني ممكن اروح على ليست فيو واعمل انلاين اديت واغير الفاليو بتاعتها واخليها فاضيه، مش هيشتكي. ليه؟ لان انا قلت انها ريكوايرد بس لو انا فاتح الشاشه دي، او ان انا ممكن اقوم عامل من الداتا لودر او عامل من الانسبكتور ومفضي الداتا دي، او ان انا اي انلاين اديتنج لو انا عاملها على اليو اي مخليها بس في البيج دي. طيب الريكوايرد الثاني بقى اللي احنا كنا بنبص عليه هنا، لا ده ملوش علاقه بيو اي، ده جينيريك. ده لو انت اتشقلبت بليست فيو، لو انت اتشقلبت باي بي اي، لو انت اتشقلبت بانتجريشن، اتس ريكوايرد، مفيش مجال. وبالتالي ساعات احنا بناخد ديسيجن نو انا بس عاوز البيزنس يوزر من اليو اي ده انه يحط الفاليو، وساعتها اقول لا ده ما ينفعش ان انا مثلا اكرييت جوب ابليكنت من غير ما ابقى حاطط كونتاكت معين، او ان انا ابلكيشن من غير ما يبقى حاطط كونتنت معين. في حاجات لازم تبقى required in order for you to move forward. وبالتالي لو هي جينيريك، الانسر جينيريك، انا عاوزه يبقى required بغض النظر، ده تعملها على الداتابيس. بس لو انت عاوزها بس في certain experience في certain screen، ده تعملها من خلال اليو اي. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله تمام؟ تمام. let's verify. يبقى احنا كده غطينا اللايتنينج اب بيج، حطينا الدايناميك فورمز، اتكلمنا على الريكوايرد بروبلم ستيتمنت، اتكلمنا على الكونديشن ريندرنج وازاي ممكن يوتيلايز السكشنز في انها تخلي حياتنا ايه اسهل في قصه الكونديشنال ريندرنج. طيب let's verify ونشوف ايه النكست يونت مخبيه لنا ايه. حلو الكلام. now عاوزين نعمل ايه؟ create a custom candidate record page. هنبدا بقى نحط components. اتكلمنا بس على حته الديتيل بيج وبدانا نكستمايز الفيلدز باي فيلدز، بس دلوقتي انا ممكن اروح لايه؟ للريكروتنج واروح للكانديديت تاب. هنموف بقى من الريفيو للكانديديت وهاجي هنا على الكانديديت. لما باجي هنا اعمل edit page بيبقى عندي اوبشن ان انا احط components. احنا كان في components تاب وفيلدز تاب. لعبنا المره اللي فاتت لما ابجريدنا دي بدانا نجيب الفيلدز. المره دي هلعب في components. كل مربع من دول is a component. ده الشاتر out of the box component، ده الديتيل out of the box component. بس عندك standard components you can use. custom لو انت عامل ب LWC او عامل باورا components custom components. custom manage دول احنا already عاملين installing للمانج باكج بتاعت الريكروتنج، وبالتالي دي components coming from a managed package. طيب هو عاوزني اعمل ايه؟ عاوز اعمل الريسنت ايتمز احطها هنا اون ذا توب، وبالتالي لما بفتح الكانديديت يوريني ايه الاخر 3 كانديديتس انا فتحتهم هنا.
فده كومبوننت اوت اوف ذا بوكس، ما بعملش فيه حاجه، كل اللي انا عملته بس ان انا عملت له دراج وهسميه recent items. فهاجي هنا على النيم بدل ما يبقى standard recent item هسميه recent item، وكده الكومبوننت بقى موجود. طيب بعديها عاوز يعمل ايه؟ عاوز برضو يجي هنا على الديتيلز واقول له ابجريد وهقول له نيكست، وكده هابجريد لايه؟ لنفس القصه دايناميك فورمز و set up through the wizard، وبعديها activate it وassign it ك org default. فحطينا كومبوننت وعملنا لها activation على ليفل الاورج، نفس القصه اللي احنا عملناها، وهقول له سيف على كده. سيف. عظيم الكلام. طيب ايه اللي بعديه؟ compact layout. compact layout اللي هو القصه اللي بتبقى ظاهره فوق دي، ان انا لو عندي مجموعه من الفيلدز وعاوز الفيلدز دي تبقى متبروزه مهمه بالنسبه لي بالنسبه للكانديديت، فلو عاوز شويه معلومات مهمه تبقى ظاهره فوق هنا عشان ما انزلش واسكرول واقعد ادور عليها، عاوز احطها ك هايلايت بانل او في الكومباكت لاي اوت. اجين في على قديمه وفي على جديد. كومباكت لاي اوت هو على قديمه، على جديده ان انا بعمل دايناميك هايلايت بانل. طب عشان اعمل الكلام ده ازاي؟ بدخل هنا على الايديت اوبجكت، اي حاجه على قديمه لازم اعملها من ايديت اوبجكت. هتلاقي في حاجه اسمها كومباكت لاي اوت. باي ديفولت في سيستم ديفولت، بس انا عاوز اعرف نيو كومباكت لاي اوت. طيب هعرف نيو كومباكت لاي اوت هنا واسميه ايه؟ ده الاسم بتاعه. ايه الفيلدز اللي انت عاوزها تبقى ظاهره فوق؟ عاوز ابين الكانديديت نمبر، وعاوز الفيرست نيم، وعاوز الايه؟ اللاست نيم. فكده حطيت شويه حاجات في الكومباكت لاي اوت. طيب عاوز اخلي ده ان هو الديفولت، فهاجي هنا كومباكت لاي اوت ديفولت، هقول له الايديت اساينمنت هو ده الديفولت بتاعي. طب ده اجين على قديمه، ده الكومباكت لاي اوت اللي هيبان لي في البيج. طب لو انا عاوز اعمله على جديد وهعمل ايه؟ هاجي هنا، احنا كنا جوه الكانديديت يعني، فهاجي هنا على بدل ما ايديت اوبجكت هروح على ايديت بيج. هتلاقي تحت الفيلدز دي في حاجه اسمها دايناميك هايلايت بانل. هتلاقي اهو الكومباكت لاي اوت بدا يبين لي اهو ادي الكانديديت وادي الفيرست نيم وادي اللاست نيم. طيب بس انا لو عاوز اعمله على جديده، ايه الفرق؟ هتلاقي برضو ان انت لما هنا هتلاقي وان بلوك، ما عندكش اوبشن في ان انت كنترول لا فورماتنج ولا كونديشن ريندرنج، اتس وان بلوك، وبيجي يقول لك ان الحته دي متكنتروله من خلال الكلو كانديديت نيم الكومباكت لاي اوت اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. بس انا لو عاوز الفلكسبيليتي بتاعت اللايتنج اب بيلدر هاجي اقوم عامل ايه؟ اقول له لا انا مش عاوز البتاع اللي فوق ده، انا عاوز بقى ابنيها انا بنفسي، واقول له نفس القصه. انا هاجي هنا على الفيلدز وهقول له النمبر كانديديت نمبر، وهات لي الفيرست نيم او هات لي النيم الفيرست نيم واللاست نيم. فاي بيلت ات ماي سيلف. بس بقى شايفين ايه البيوتي؟ ان انا هاجي هنا ممكن عندي هنا لما كنت بدوس مفيش ان انا اتحكم في الفيرست نيم، نفس القصه بتاعت الدايناميك. هاجي هنا على الفيرست نيم وممكن اقول له كونديشن فورمات. تعالوا نلعب بكونديشن فورمات. هاجي اقول له اهو فيرست نيم يلا، وهقول له نيكست. هقول له الايكون انا مبسوط اول ما بشوف اسم يلا ببسط، وهقول له الكلر بتاعي لونها اخضر، وهقول له ان الفيلد بتاع النيم لو الفيرست نيم جواه يلا طلع لي الوش المبسوط بالاخضر ده، وهقول له سيف ات از ا رول سيت، وهاجي هنا الفيرست نيم. وكمان يو كان يوتيلايز ذا سيم رول على الدايناميك فورم كمان، فهاجي هنا كمان اقول له واعمل لي تحت كمان، فهقول له سيف. تعالوا بقى نتفرج الفرق ما بين الاكسبيرينس دي اللي هي بس بتوريك الفيرست نيم you don't have any control for formatting or conditional rendering versus اللايتنج ابل. هتلاقي بقى بص، هتلاقي هنا ان الفيرست نيم طالع لي ايه؟ يلا، واي واز able to conditionally format لان فيها اسم يلا، وفي نفس الوقت نفس الفلكسبيليتي بتاعت الدايناميك فورمز. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله تمام؟ let's verify ونشوف ايه الحته. فاحنا what we covered this time ان احنا we added the standard component للبيج، وفي نفس الوقت كمان حطينا الcompact layout او الhighlight panel، و we couldn't find the candidate record page activated as org default. فهاجي هنا، هاجي هنا على الايديت بيج، وهاجي بقى اشيل الحته اللي انا ضفتها عشان لو هو مضايقه، وهقول له هنا activation، وهقول له ايه it's an org default و candidate record page activated yes. فكده هي activated. بس كده المفروض ان هو يبقى مبسوط. فتعالوا
ندبل تشيك. وهتلاقيه كان متضايق عشان انا حطيت حاجات زياده من عندي ولا ايه. we couldn't find the candidate record page activated as the org default. طيب هل هو لما قال لي هنا upgrade قال لي rename it candidate record page so candidate lightning app builder and candidate record page creating. اوكي فتعالوا نتفرج. هاجي هنا بقى على edit object وهاجي هنا في lightning record pages candidate record page activated دي اللي احنا عملناها مع بعض اهو. تعالوا نedit اسمها candidate record page 1 for some reason وبالتالي المفروض انها هي candidate record page بس هي الثانيه save الثانيه لانها يونيك. طيب تعالوا leave وتعالوا نرجع تاني. هنا الظاهر انا لعبت فيها مرتين فبقى عندي 2 lightning pages. فانا هاجي هنا تاني ارجع وهقول lightning record page انا مش محتاج دي anymore فانا هديليت. انا بس مني كنت بلعب بزياده فعملت 2 واحده اسمها candidate record page وواحده اسمها candidate record page 1 وكنت بلعب في candidate record page 1. فهاجي هنا اهو وهقول له save it وهقول له activation. بس انت ان شاء الله لو بتعمل الموديول مش هتقابل المشكله دي وهي دي اللي اوريدي ايه active بس انا I just did the rename. فهي كده هي دي الاكتف وهقول له save وهرجع كده تاني واقول له ايه verify. انت اي مره بتقول له edit page خاصة لو ما كانش عندك أي حاجة في الأول هو باي ديفولت بياخد اللايتنينج بياخد البيج لاي اوت ويعمل لها كرييشن للايتنينج بيج. وبالتالي لو دخلت تاني وقلت له ايديت تاني من غير ما تغير النيم يا اما تايديت اللي موجوده يا اما بيكريت واحده ثانيه. فاحنا بس عملنا دوبليكيت بس وي فيكست. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله تمام؟ طيب خلاص عملنا هذه الايه البيج. اللي بعده ان انا دلوقتي بقى نتكلم عن الريكورد تايبس. اتكلمنا قبل كده ان الريكورد تايبس من الحاجات المهمه ان انا لو عندي بوزيشن واحد تكنيكال بوزيشن واحد نون تكنيكال بوزيشن ده بجمع فيها شويه معلومات ودي بجمع فيها معلومات ثانيه. فلو عندي two different experience او two different pages او عندي شويه بيك ليست فاليوز في التكنيكال بوزيشن مش عاوزها تبقى available في النون تكنيكال بوزيشن. فلو عندي two experience لنفس الاوبجكت في حاجات مختلفه زي انا بعمل بوزيشن تكنيكال فيرسس نون تكنيكال ده دايما الرد بيبقى ايه ريكورد تايبس. فهنا انا عاوز اعمل تو ديفرنت ريكورد تايبس بالنسبه لقصه البوزيشن. طيب بس بيفور اي دو ذات بيقول لي اعمل تو بروفايلز. فهاجي هنا زمان كنا بنعمل different profiles for different persona. يعني لو عندي ناس بتعين تكنيكال وعندي ناس بتعين نون تكنيكال هكريت لي ده بروفايل وهكريت للناس الثانيه دي بروفايل. بس على جديده ما بقيناش نعمل قوي كده. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان كل الناس بيبقى معاهم مينيمم اكسس. البروفايل هو واحد مينيمم بالنسبه لكل الناس وبعديها ببدا اعمل بيرميشن سيتس تدي للناس دي وتدي للناس دي. طيب زمان كنت عشان اعمل اكسبيرينس او بيجز لل التكنيكال بيبل والنون تكنيكال كنت بعمل تو ديفرنت بيج لاي اوت وباساين دي للريكورد تايب ده وباساين ده للريكورد تايب ده. دلوقتي ايه مش محتاج اعمل كده. بقيت اعمل ايه وان بيج وابدا كونديشنال ريندر زي ما كنا بنعمل كده فيزيبيليتي ان ده يبان للناس التكنيكال وده يبان للناس النون تكنيكال. واتكلمنا قبل كده ان لو كل الناس عندها نفس البروفايل فممكن بعمل كاستم بيرميشن بديه للناس دي وبدي للناس دي وعملناها تقريبا في حلقتين فاتوا لو انت انترستد تو سي الكلام ده بيحصل ازاي. بس فور ناو احنا هنكونتينيو مع الموديول بتاعنا بان انا هكريت تو بروفايلز زي ما هو قال. فهاجي هنا على الستاندرد بروفايل. قلنا سيلز فورس بيجي بشويه ستاندرد بروفايل بس ما بيبقاش عندك ايديت كابابيلتي ليها فبندخل نعمل لها كلون. فهاجي هنا اعرف واحد اسمه ريكروتر تكنيكال از ا بروفايل نيم ده اول واحد وهعمل له كلون تاني ان انا اعمل another بروفايل اسمه ايه نون تكنيكال. كده بقى عندي تو بروفايلز موجودين. طيب بعد ما عملت التو بروفايلز عاوز اروح بقى على البوزيشن ريكورد تايب. فهاجي هنا على الاوبجكت مانجر وهاجي هنا على البوزيشن اوبجكت هكريت تو ريكورد تايبس. هنا اول واحد هسميه اتس ايه ا تكنيكال بوزيشن.
فهاجي هنا اهو اعمل له ايه التكنيكال بوزيشن وادي الديسكربشن. طيب الكلام ده يعني ايه؟ ان انا لو جيت هنا تاني لو تفتكروا، تعالوا نشوف الاكسبيرينس قبل ما كرييت الريكورد تايم. انا شغال على البوزيشن اوبجكت، فلو رحت على البوزيشن وقلت له نيو هيطلع لي فورمه املاها. بس انا لا، عاوز بعد كده لما اجي ادوس الفورمه دي يقول لي ايه، انت عاوز تعمل تكنيكال بوزيشن ولا عاوز تعمل نون تكنيكال بوزيشن، وهو ده الريكورد تايب اللي احنا بنعمله. طيب هل الريكورد تايب ده افيلبل لكل الناس؟ هيقول لي لا، انا مش عاوز اخليه لكل البروفايلز، انا عاوز اخلي بس سنس تكنيكال بوزيشن انا عاوز اخليه بس افيلبل للريكروترز اللي بيعينوا الناس تكنيكال وطبعا السيس ادمن. فاقول له نيكست. هيجي يقول لي هو بيج لاي اوت، هي بيج نفس البيج لاي اوت، بس هنا ده بقى اللي انا كنت بقوله لك، ان احنا ممكن يبقى عندي فليكسيبيليتي اقول لا وريني بيج لاي اوت تاني للريكورد تايب ده، بس هو فور ناو بيقول ايه، انا عاوز اعمل واحد. هسيف الريكورد تايب ويجي هنا، يبقى احنا كده اتحكمنا بان انا بقى عندي حاجه اسمها تكنيكال بوزيشن ريكورد تايم. هيجي يقول لي انا عاوز اعمل تكنيكال بوزيشن، اتكلمنا في البيج لاي اوت وكمان موريني هنا البيك ليست. وبالتالي انا عاوز اقول لا، لو انا بعمل تكنيكال بوزيشن وجاي على الديبارتمنت it doesn't make sense، انا معناه ان انا بعين يا اما انجينيرنج يا اما اي تي، بس الفاينانس والسبورت والسيلز ار نون تكنيكال، فبالتالي هشيلهم، انا مش عاوزهم يبقى اوبشن جوه الديبارتمنت لو انا بعمل تكنيكال بوزيشن. طيب هعمل ايه تاني؟ هعمل ريكورد تايب تاني اسمه ايه؟ نون تكنيكال بوزيشن. فهاجي هنا اهو نون تكنيكال بوزيشن، والديسكربشن بتاعه ان انا هنا بعمل نون تكنيكال وهخليه اكتف، ومش هخليه افيلبل غير للناس الايه؟ النون تكنيكال والسيس ادمن كمان. وهقول له نيكست، نفس البيج لاي اوت، وهقول له سيف على كده. بس المره دي بقى عاوزه لما اعمل نون تكنيكال بوزيشن واروح على الديبارتمنت ما يطلعليش اي تي وانجينيرنج، عاوزه يطلع لي الفاينانس والسبورت والسيلز. فاقول له كده سيف، وكده ابقى انا عرفت another record type. هخلينا نفيريفاي وبعديها while it's verifying now let's refresh ده، وتعالوا نكريت نيو بوزيشن نشوف النيو اكسبيرينس. اول ما هدوس نيو مطلع لي نفس القديمه. ليه؟ لان سيلز فورس بيكاش، فباجي عشان اريموف الكاش بروح على انسبكت وادوس هنا دوسه طويله واقول له امتي كاش، فهيجي هنا اهو يقوم عامل لي الايه؟ النيو. تعالوا بقى نيو، طلع لي نيو اكسبيرينس، يقول لي انت عاوز تعمل تكنيكال بوزيشن ولا نون تكنيكال بوزيشن. فلما هاجي التكنيكال بوزيشن هاجي هنا جوه الديبارتمنت هلاقي ايه؟ عندي بس انجينيرنج واي تي، هم دول عشان انا بعمل تكنيكال بوزيشن دول الديبارتمنت فاليوز. بس انا لو قلت له كانسل وقلت له نون تكنيكال بوزيشن المفروض يطلع لي ايه؟ سيلز وسبورت وفاينانس زي ما احنا عاملين. ف two different experience for two different record types و verified. فده كان ايه؟ ريفريشر لقصه الريكورد تايب. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ كله متابع سو فار؟ حلو الكلام، ثانك يو فيري ماتش. طيب عاوزين بقى على البوزيشن دلوقتي. اجين لو انا ريكروتمنت وبعمل بيبقى عندي شويه سكيلز عاوزه امتحنها في التكنيكال انترفيوز، وبالتالي عاوزه كريت شويه فيلدز فور اوبريتنج سيستم وبروجرامينج لانجويج اللي هو الكانديديت ده يعرفه. فاجي هنا على الاوبجكت مانجر على البوزيشن وهقول له ايه؟ edit object. edit object بيدخلني عادي من السيت اب اوبجكت مانجر، وهقول له نيو فيلد، عاوز اعرف نيو بيك ليست فاليوز واسميها ايه؟ اوبريتنج سيستم. فهاجي هنا على البيك ليست وهقول له نيكست، وهقول له ادي الفيلد ليبل اوبريتنج سيستمز، وهيبقى عندي شويه ايه؟ ويندوز يونكس وماك. فهاجي تعالى كده نكوبي ات. بيبقى عندك يا اما جلوبال فاليو بيك ليست فده حته وبتريوز نفس الفاليوز، يا اما ان انا لا بقول له دي الفاليوز بتاعتك حطيتهم هنا بس، وبعديها هقول له نيكست، بعرف الفاليوز دي. واجي هل القصه دي مهمه بالنسبه لكل الناس؟ لا، هقول له البيك ليست ده بس عاوزه للناس التكنيكال وعاوزه للناس السيس ادمن، وهقول له نيكست، وهقول له ايه؟ عاوز تحطه على البوزيشن لاي اوت؟ اي ثينك يا مفيش حاجه هتخسر. اقول له سيف اند نيو، عرف لي واحد تاني. اللي بعده ان انذر بيك ليست هنا، بس المره دي على البروجرامينج لانجويج للكانديديت ده، وهاجي هنا اقول له انتر برضو الفاليوز بتاعتي، وهاجي هنا اخد الديفرنت بروجرامينج لانجويجز وهاجي هنا احطهم كده واشيل الكوبي بتاعتنا. في ناس تعرف دوت نت، في ناس تعرف جافا، في ناس تعرف بايثون، فدي الديفرنت اوبشنز للكانديديت بتاعي.
and Perl and finally Python. بس كده، وهقول له next وهقول له next وهقول له ايه save. حلو الكلام. فعرفنا new pick list create a record page for technical position. again هيروح على recruiting، هيروح على البوزيشن وهيedit البيج. فهاجي هنا الريكروتنج، تعالوا نروح وهقول له على البوزيشن، ادي البوزيشن، وهقول له هنا اهو وهقول له edit page. هيجي يقول لي ايه click the edit page shortcut enter technical position page. عاوز يسميها technical position، فبدل اسمها position record time لا انا عاوز اعمل الكلام ده بس للتكنيكال. فهاجي هنا اهو البيج اسميها technical position. ان احنا كل الفتره اللي فاتت قاعدين باساين ات از ان اورج ديفولت، يعني كل الناس تشوف البيج دي بغض النظر انت مين. بس هنا هيبدا بقى يقول لي لا انا عاوز اساين البيج دي بس للناس التكنيكال. وبالتالي دي again another advantage of a record type. اتفقنا ان انا ممكن اعمل conditional rendering for certain fields وكلام من ده، ممكن اعمل a whole new page تتاساين لسبيسيفيك record page while واحنا بنعمل الاكتيفيشن. فاقول له سيف، بس انا مش عاوز اكتيفيت يت لان لسه عاوز اعمل شويه تشينجز. هاجي على الديتيلز نفس القصه، اجي على الديتيلز قاعد يعني بياكد على معلومه الدايناميك فورمز وان انا ابجريد الديتيلز بره البيج لاي اوت. فعملنا اهو وابجريدنا وكل الكلام ده. طبعا لان انا دلوقتي عاوز اعمل القصه دي بالنسبه للريكورد تايب، هاجي هنا على الفيلدز واقول ان انا عاوز اضيف الايه الريكورد تايب تحت الايه الديبارتمنت. فهاجي هنا ابجريد، احط الريكورد تايب in the information section تحت الديبارتمنت فيلد، drag field section from the palette. عاوز ابدا اعمل بقى since انها تكنيكال، هاجي اعمل هنا section واحطهم هنا اهو، وهقول ان السكشن ده اسمه ايه؟ اسمه technical skills، واخليها 1 column، واقوم حاطط شويه التو فيلدز اللي انا لسه عاملهم، الاوبريتنج سيستم والتكنيكال او البروجرامينج languages. فبقت صفحه مخصصه لاي تكنيكال بوزيشن. طيب هعمل سيف، خلاص عملنا ابجريد وكلام من ده. طيب انا عاوز اساينها بقى لكل الناس. كنا زمان بنقول اساين اورج ديفولت، لا انا ممكن اقول ده مش لكل الناس لكل الابس لكل الريكورد تايبس، انا ممكن اقول لا ده بس للريكروتمنت اب، او لا انا هنا كمان في حالتي مور سبيسيفيك انا عاوز اخليها بس للريكورد تايب اوف تايب تكنيكال. فهاجي هنا اساين، هقول الكلام ده بس للريكروتنج اب، والكلام ده اونلي للتكنيكال بوزيشن ريكورد تايب، يبقى ده بس لو بعمل تكنيكال. وهقول ان الكلام ده اسايند للايه للبروفايل بتاع السيستم ادمن، فين السيستم ادمن في الاخر، والناس اللي هم الريكروتمنت تكنيكال. نيكست سيف على كده. يبقى اللي احنا عملناه سو فار ان احنا عملنا بيج خليناها بس للتكنيكال بس النون تكنيكال. طب ما تيجي نلعب في القصه دي. هاجي اقول له هنا لو انا جوه البوزيشن هقول له كريت نيو بوزيشن، هخليه نون تكنيكال بوزيشن، وهقول له سيف، وهقول له نون تكنيكال سيف، وهقول له الديبارتمنت هنا سيف، وهقول له سيف. وبالتالي لما تيجي هنا مش هتلاقي حته التكنيكال ديتيلز. بس لو رحت هنا تاني بقى على البوزيشن وقلت له تكنيكال بوزيشن، تمام، وهاجي اقول له هنا ايه اي حاجه تكنيكال ديفلوبر، تمام، هتلاقي ان في هنا حاجه جديده اسمها تكنيكال سكيلز ما كانتش موجوده في الثانيه النون تكنيكال. ليه؟ لان البيج دي احنا عملنا لها اساينمنت اونلي للتكنيكال. وبالتالي لما هبدا سيف هتسكرول داون هتلاقي ان في سيكشن مش موجود في البيج الثانيه. دول تو ديفرنت بيجز، نون تكنيكال اللي هي الاورج ديفولت كل الناس، بس لو تكنيكال بيبقى مطلوب مني معلومات زياده. وكمان بقى احنا لسه متعلمين، بس خليني افيريفاي لانه بيقفش عليا لو انا بغير حاجه عن اللي هو قايله. ممكن كمان اقول لا ده مش مجرد ان انا بس بينتهي على السكرين، ده انا ما ينفعش ابقى عامل تكنيكال انترفيو من غير تكنيكال سكيلز. طيب وبالتالي هخلي الكلام ده ايه هنا ريكوايرد. فالمره الجايه لو انا بملى الفورمه دي، تمام، هتلاقي بقى ان انا ايه حتى لو عملت لها ايديت نفس القصه. فهاجي هنا على البوزيشن وهقول له نيو بوزيشن وقلت له تكنيكال، هاجي هنا هتلاقي بقى في ليتل استريكس هنا بيقول لك انها بقت ريكوايرد دلوقتي، ما بقاش ينفع انا كديفلوبر. تعالوا نسيف، هيقول لي لا معلش
انت مخلي دول ريكوايرد هنا على الانترفيس. وبالتالي هنا بنرجع بقى تاني قصه ريكوايرد على اليو اي فيرسس ريكوايرد على الداتابيس. لو انا مخليها ريكوايرد على الداتابيس، لو انا بعمل نون تكنيكال سكيل هيجي ويكومبلين يقول لي لا انت لازم تملي لي التكنيكال سكيل which doesn't make sense. انا عاوز املى بس التكنيكال سكيلز لو انا بعمل ايه تكنيكال بوزيشن، وبالتالي خليتها على اليو اي از ريكوايرد مش از باك اند ريكوايرد لكل الناس. اي هوب ان الفكره تبقى واضحه. حد عنده اي اسئله يا شباب؟ تفاصيل صغيره بس بجد بتاثر في حياتنا اليوميه، حتى لو بيزكس وحاجات ادمن بيزكس، بس از ان اركتكت اي نيد تو تيك دوز ديسيجنز. انا عاوز اخلي الريكوايرد دي على الباك اند ولا لا، عاوز 1 ريكورد تايب ولا عاوز 2 ريكورد تايبس، عاوز اعمل لايتنينج بيج ولا عاوز اعمل 2 بيجز وابدا امينتين 2 بيج. كل الكلام دي كل دي ديسيجنز بتعملها انت وانت بتديزاين يور سولوشن اون ا ديلي بيس. ماشي يا شباب. enable chatter on the review object. chatter زي ما اتفقنا حاجه خلاص تقريبا بتوصل end of life والحياه كلها moving toward السلاك، بس still الشاتر حوالينا والشاتر موجود هنا في تريل هيد. عاوزين نقعد الشاتر فيد. شاتر فيد قلنا هو هنا ده الشاتر عامه، وعندنا كذا حلقه على الشاتر. فعاوز ابدا اعمل تراكنج لسيرتن فيلدز، ان اي تشينج بيحصل فيها بيتراك التشينج. ففي عندي حاجه هنا في هوم، عندي حاجه اسمها ايه فيد تراكنج. عاوز اعمل فيد تراكنج للايه للريفيو. هاجي هنا على الريفيو اوبجكت، وعلى الريفيو اوبجكت عاوز اقول له ابدا بقى انيبل شويه فيد تراكنج. عاوز على الكور كومبتنسز، عاوز على الاكسبيرينس، عاوز على الانترفيور جوب ابلكيشن، عاوز الليدرشيب سكيلز، عاوز الريزن ريكومندد والريزن فور هاير. بس فكده اي تغيير في هذه الفاليوز هتبقى عامله لي ايه؟ هتبدا تعمل لي في تراكنج، ان يبقى تشوف ايه الاولد فاليو ايه النيو فاليو. and that's about it. الكلام ده باي ديفولت في خلينا نفيريفاي. باي ديفولت القصه دي بتستور في اندرسكور فيد اوبجكت، زي ما اتكلمنا ان في شويه سبيشاليزد. لما بتنيبل هيستوري تراكنج بيبقى اندرسكور هيستوري، لما بتبدا تشوف الشيرنج بيبقى اندرسكور شير. فيد برضو له سيت اوف فيلدز واوبجكتس بتاعته، مع كل واحد بتعمل له تراكنج بيبقى فيه اندرسكور فيد عشان تشوف الفيد تراكنج هناك. حد عنده اي اسئله؟ خلصنا كده ان شاء الله. لو راضي عننا الريكروتمنت اب باك اند وي ميد ذا موديول، عملنا الباك اند بتاعه كان a good refresher for الداتا موديلنج وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في الداتا موديل، وعملنا كمان اليو اي وده جريت ريفرشر لريكورد تايبس وتابس واكشنز ولايتنينج بيجز وكومباكت لاي اوت وهايلايت بانل اند سو اون. اي هوب انها كانت يوسفول. مكملين رحلتنا مع الريفيجن لسه في حته قصه الداتا موديلنج واليو اي. ان شاء الله المره الجايه مكملين مع different project، وبعد كده ان شاء الله هنموف لقصه الايه different cloud sales وسيرفيس. نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي. يلا سلام عليكم. مع السلامه.